واش عمرك حسيتي بلي واخا كديري كل شيء باش تساعدي راسك، كاين واحد الفراغ ديما لداخل اللي ما كيعمر بوالو؟ الصيف كامل وكندوزو خريج صاير وضحك، ولكن هذا الصيف اكتشفت شنو هو السر الحقيقي اللي كيعطي المرأة النور في الوجه ديالها وراحة البال اللي ما كتشراش بالفلوس. اهلا بكم يا اغلى متتبعات في انوثه بلا حدود. هذا الفيديو راه ماشي وعد ولا ارشاد، هذه مشاركه من القلب لاخواتاتي وصحاباتي اللي كيتبعوني. بغيت نحكي لكم حتى انا كيفاش هذا الصيف قررت ندير ستوب ونرجع الربيع لقلبي، وكيفاش خطوات بسيطه قربتني من الله وغيرت فيا بزاف ديال الحوايج. الانوثه الحقيقيه البنات راه كتبدا من الداخل، من طمأنينة الروح. خليك معايا، ما تنسايش تضغطي على زر الاشتراك ولايك الى عجبك الفيديو، ويلا نبدا. وإلا كنتو باغيين نوصلوا لديك الراحه والطمأنينة اللي سبقنا وهضرنا عليها، فرها البنات خاصنا نراجعوا روتين الصلاة والقرآن ديال النهار ديالنا. انا شخصيا اول حاجه وقفت عليها واحد الوقفه اللي جديه، وقررت انني غندير فيها واحد التغيير اللي واعر، اللي هي الصلاة. كاملين البنات كنصليو الحمد لله، ولكن واش هذيك الصلاة كنعطيوها لحقها؟ واش هذيك الصلاة كنصليوها على حقها وطريقها؟ واش فاش كنصليو كنكونوا في قمة الخشوع بيننا وبين الله؟ فهاد الصيف رجعت الصلاة شخصيا هي المركز ديال النهار ديالي. ما بقيتش كنتسنى حتى نسالي الشغل ديالي عاد نشوف الصلاة، ولا حتى نسالي السكرول في التليفون عاد نوض نصلي. هكاك كنوقعوا في واحد الغلط اللي هو كنجمعوا علينا 2-3 ديال الصلوات، وفي الاخر ما كنبقاوش قادرين نصليو حتى وحده حيت كيوليو كيجيونا كبار بزاف. انما وليت كنرتب النهار ديالي على حساب مواقيت الصلاه. غتقولوا لي كيفاش؟ وليت البنات كنخطط النهار ديالي شنو غندير فيه على حساب وقت الصلاه. يعني كنقول غناخد دوش من مورا الظهر، غنمشي نتريني في لاصال من مورا العصر، غندير واحد لاسيست قيلوله النعاس من مورا العصر. بحال هكا كتعطي واحد الانضباط في النهار ديالك اللي كيخلي لك البركه عجيبه في الوقت. معها قررت نرجع لواحد الورد من القرآن. ما بقيتش كنحط واحد الاهداف اللي كبار وتعجيزيه، نقرا سوره البقره كاملها في نهار واحد ولا نقرا سوره الكهف دقه واحده، وانما وليت كندير اهداف اللي بسيطه واللي غنقد عليها وغنعرف راسي راني غنديرها، اللي هي صفحه واحده ولا 2 صفحات من مورا كل صلاه. ديما حافظي على واحد المصحف يكون حداك وقت ما بغيتي تصلي، غتصلي الصلاه ديالك وغتهزيه صفحه ولا 2 صفحات من مورا كل صلاه، راهم كافيين. هذيك الدقائق القليله من كلام الله راه كترش القلب ديالك بواحد الماء اللي بارد في هذا الصيف. واذكار الصباح والمساء البنات فراه ضروريين، وما يمكنش تحسوا بالاثر ديالهم الا منين كتوالفوهم، حيت هما كيرجعوا واحد الحصن وواحد الدرع اللي كيحميكم في النهار ديالكم كلها من اي طاقه سلبيه. وتاني خطوه البنات اللي خصكم تركزوا عليها واللي هي استغلال وقت الفراغ ديالكم والصحبه مع من كتجمعوا. كيفاش وليت انا كنعمر شخصيا وقت الفراغ ديالي في الصيف؟ راه وليت واحد الحاجه اللي كنركز عليها بزاف، حيت تعلمت انه الوقت اللي كيضيع علينا في الصيف حنا قادرين نديرو فيه بزاف ديال الحوايج اللي يرجعوا علينا بالفائده. حيت خاصه الصيف واحد الوقيته اللي كتكون فيهاش ستريس، ما فيهاش ضغط، ما فيهاش قرايه، ولهذا هذه هي الوقيته افضل وقيته اللي نرجعوا فيها الله ونرجعوا فيها الهدوء والطمأنينة النفسية ديالنا. يعني ما فيها باس وحنا كنديروا الشغل وحنا كنوجدوا راسنا نخرجوا وحنا كنديروا اي حاجه، علاش ما نستغلوش هذاك الوقت يمشي في واحد الحاجه اللي مزيانه، بحال اننا نتصنتوا شي بودكاست اللي ديني عنده واحد المغزى اللي ديني. حيت بزاف ديال الدروس الدينيه راه كتعاونك كمرأة باش انك تزيدي في الوقار وفي الحشمة وتزيدك في الأنوثة. وحتى الدروس خفيفة مثلا اللي كتكلم على صفات الله الحسنى ولا حتى على قصص الأنبياء، فهذا الشيء كيخلي عقلك ديما عامر بحويجات اللي نقية، وكيخلي حتى الرصيد المعرفي ديالك يكون كبير في الدين ديالك.
ومن اهم الخطوات اللي مؤثرين في حياتي درتهم في هذا الصيف هو انني حاولت ننظف حياتي والمحيط ديالي قدر الامكان. بزاف منا كيكونوا عندنا واحد النوع ديال الصحابات اللي ملي كتقولي ليها السلام عليكم وانتم غير كتهضروا فلان 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 وكتجبدوا فلان، حاولي من الامكان تبتعدي على دوك المجالس اللي فيها القيل والقال والغيبه والنميمه، حيت لقيت بلي اذا حفظتي اللسان ديالك من بلاصه النميمه القيمه ديالك كترتفع والكاريزما ديالك والشخصيه والهيبه ديالك كيكون عندها واحد الوجود وكتفرضيها على الناس. وحاولي بلاصه النميمه هذيك الوقيته عمريها بذكر الله، عمريها بالاستغفار، حيت الاستغفار البنات بوحدو قادر يبدل القدر ديالك الاحسن. اولا حتى بقيام الليل، ومنين كنقولوا قيام الليل راه ماشي ضروري 20 ركعه ولا 10 ركعات البنات، اقل حاجه الا قدرتي ديري غير 2 الركعات مورا العشاء راه القلب ديالك كيرتاح وكيصفى والتفكير ديالك كيتهد من داك التبرزيط ديال البشر. بزاف ديال البنات كيسولوني اللي كيكونوا في المحيط ديالي شنو هي سر الجاذبيه ولا الكاريزما عند البنت. بغيت نقول لكم اليوم باللي ارقى انواع الانوثه هي ديك اللي كتكون البنت اللي كتميز بالسكينه، القرب من الله، كيعطيك واحد النور في الوجه ديالك، واحد الهدوء في التعامل ديالك، واحد الرزانه كتخلي كل شيء في التعامل كيبغيك وكيحترمك، وما بقيتيش كتنفعلي بسرعه، ووليت كنشوف الامور بواحد النظره ديال الرضا. هذا الراحه النفسيه ما كاينش شي كريم او لا شي مبلغ اللي يقدر في هذا العالم هذا ديريه واش يعطيها لك. واخر حاجه نختموا بها البنات الفيديو ديالنا هي قول الله تعالى: من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. ما عمرك تقولي باللي فات الوقت ولا انا بعيده، حيت انا عارفه مورا هذا الفيديو بزاف ديال البنات اللي غيقولوا انا شحال الوقت ما كنصليش وانا يا مشى عليا الوقت وانا يا فات الفوت. بغيت نقول لكم باللي خطوه واحده صغيره منك اليوم راه غتغير حياتك كامله في المستقبل. شاركوني في التعاليق شنو هي الخطوه اللي ناويين تبداو بها نتوما هذا الاسبوع، وما تنساوش تشتركوا في انوثه بلا حدود.